بەناوی خوای گەورە و میهرەبان بەخێر بێن سەرچاوان بە دیدارتان شادین لە دیداری سلەیمانی. هیوادارم هەم خۆتان هەم میوانە بەڕێزەکان پێکەوە ئەم دوو ڕۆژەی دیداری سلەیمانی دەرفەتێک بێ بۆ باسکردن و بە دوواداچوونی کۆمەڵێ لەو پرسە گرنگانەی ڕوبەڕووی وڵاتەکەمان و چاوەڕوانی خەڵکی ئەم نیشتیمانە دەبێتەوە. دڵنیام لە کەش و هەوایەکی ئازاد و دڵسۆزانە ئەم پرس و باسانە دەکرێ و دەخرێتە خزمەتی دەوڵەمەندکردنی کۆی تێگەیشتن هەم لە وەزعی کوردستان، عێراق، ناوچەکە و هەوڵدان بۆ سازدانی توانا و وزەکان بۆ خزمەتکردنی کۆمەڵانی خەڵک. تەشریفتان هێناوە بۆ زانکۆی ئەمریکی عێراق لە سلەیمانی دووبارەی دەکەمەوە. ئەمە پرۆژەیەکی گشتیە، مڵکی کەس نییە، بۆ خزمەتی خەڵکە قازانجنەویستە. هاوکاریەکە بۆ شاری هەڵمەت و قوربانی، شاری ڕۆشنبیری سلێمانی و هاوکاریە بۆ کوردستان و بۆ عێراق و لێرەشەوە چەندین نەوەی لاوی ئەم وڵاتە پێگەێنراوە بە هیوای ئەوەی بەشدار بن لە ئاوەدانی و خزمەتکردنی وڵاتەکەیانە. هیچ چاوەڕوانی پشتیوانی و هاوکاریتانین. دووبارەی دەکەمەوە ئەمە زانکۆیەکی گشتیە، مڵکی کەس نییە، داهاتی بۆ کەس نییە، تەنها و تەنها ئامانجی خزمەتکردنی خوێندکاران و پێگەیاندنی نەوەی نوێیە. ئەم دیدارەمان لە کاتێکا دەبەستین 20 ساڵ بەسەر ڕاماڵینی ڕژێمی پێشووی عێراقدا تێپەڕی. سبەینێ یادی هەڵەبجەیە. گرنگە لەم دەرفەتەدا ئاوەردانەوەیەک لە 20 ساڵی ڕابردوو بکەین، ئەوەی دەستکەوت، ئەو ئامانجانەی پێگەیشتوین، بەڵام لە هەمان کاتیش هات دڵنیام ئەو کۆمەڵە چاوەڕوانیانەی کە تاوەکوی ئێستاش خەڵکی عێراق و خەڵکی کوردستان بە دوایدا وێڵن. بایەخی عێراق لە ناوچەکە گەورەیە. چۆن دەتوانین دەوری کوردستان، دەوری عێراق، دەوری ئەم پێکهاتانە هەمووی بەیەکەوە کارێ بکەین بۆ ئاوەدانی و خزمەتگوزاری و پێکەوە ژیانی خەڵک تەرخان بکەین و قازانجی دادپەروەری و خۆشگوزەرانی خەڵک. بسم الله الرحمن الرحيم. دولة رئيس الوزراء محمد شيع السوداني، السيد رئيس مجلس القضاء القاضي فاق زيدان، أخي وعزيزي السيد رئيس إقليم كردستان كاكا نيتشيرفان بارزاني، معالي الوزراء وأصحاب السعادة والإخوة والأخوات والضيوف الكرام، مرحبا بكم في السليمانية، في ملتقى السليمانية. هذه الدورة السابعة لملتقى السليمانية، نجتمع فيه بحضور هذه المجموعة الخيرة النيرة المهمة من الكفاءات العراقية ومن الباحثين والمهتمين بالشأن العراقي والإقليمي من عموم المنطقة. فرصة مهمة أن نتحاور فيما بيننا بما يهدف إلى إثراء المواضيع الحيوية التي نجابهها في العراق وفي إقليم كردستان وعلى صعيد المنطقة. هذا الملتقى يعقد ونحن نستذكر الذكرى 20 لإزاحة النظام السابق. قطعاً هذه المناسبة تحمل معها الكثير والكثير من المعاني والأبعاد الذي نتفق في قسم منها ونختلف في قسم آخر. أتمنى أن لا نختلف في أن إنهاء النظام السابق واستبداده وبطشه كان عملاً جباراً ومهماً، وأتى نتيجة نضال طويل وشاق من العراقيين بمختلف فئاتهم، ودفع العراقيون أثماناً باهظة من أجل إنهاء النظام الدكتاتوري، وتطلب تدخل دولي بقيادة الولايات المتحدة لإسقاط النظام في وقته، وكان حدثاً جللاً مهماً وأدى إلى تحولات كبرى في هذه المنطقة.
نستذكر شهداءنا وضحايا النظام والذين سقطوا من العراقيين ومن التحالف الدولي في عملية إسقاط النظام وفي عملية مجابهة الإرهاب الذي اجتاح بلدنا. نشكر كل من وقف مع العراق من التحالف الدولي وأيضاً من جيراننا الذين هبوا لمساعدتنا في تلك الأيام الحالكة. بعد 20 سنة سيداتي سادتي، لنا أن نعتز بإنجازات تحققت على الأرض وليست بقليلة، ولكن قطعاً وكلنا نتفق على الأقل لفظياً بأن هناك مساحة كبيرة من التوقعات التي لم تتحقق للعراقيين وهم يتطلعون إلى تحقيقها. المهم، بالرغم من كل المشاكل الموجودة في بلدنا، ثبت مبدأ التداول السلمي للسلطة في بلادنا، وهناك تغيير ل6 حكوماتنا الآن. معنا اليوم دولة رئيس الوزراء السوداني، معنا دولة رئيس الوزراء اياد علاوي، دولة رئيس الوزراء حيدر العبادي والإخوة الآخرين، واتصور أنا أيضا رئيس سابق. هذه حالة بدون سابقة في بلادنا. لا أدعي بأنها مثالية، قطعاً هناك مشاكل كثيرة متراكمة، لنا أن نعيها ونعرفها حق المعرفة، فأن انتظار العراقيين لا يستطيع أن يدوم. نحن بحاجة إلى إصلاحات بنيوية، لا أريد أن أدخل في هذا الجانب. نحن بحاجة إلى مراجعة قضايا أساسية ضمن البيت العراقي وبأريحية، وضمن ما توافقنا عليه في قضايا أساسية تخدم بلدنا. مهم جدا أن ننظر أيضا إلى دور العراق الإقليمي، العراق الذي كان مثاراً للمشاكل في المنطقة ومصدر إشكاليات لجوارنا، ونحن ساحة صراع وإشكاليات لجوارنا بحساب العراقيين وأرواحهم وأموالهم. آن الأوان أن يتحول العراق بحقيقة إلى مساحة توافق إقليمي وضامن لمنظومة إقليمية متكاملة اقتصادية سياسية أمنية. تحقق الكثير في هذا المجال، لكن ينتظرنا المزيد، وأملنا بقادة البلد والفعاليات الاجتماعية والسياسية أن يقوموا بذلك. لا أطيل عليكم، فأمامنا نقاشات كثيرة سنقف عليها. Ladies and gentlemen, I'm sure you got a wind of what I have said. Welcome to Soleimani, Excellencies, ladies and gentlemen. It's an honor to have you all with us. We are meeting on the 20th anniversary of the war that got rid of Saddam Hussein. That was a historic achievement not to be underestimated. We salute those who struggled so hard in order to get rid of dictatorship. We salute and honor the sacrifices of the Iraqi people in this regard, and also of the international coalition and the Americans who have come and helped us do that. 20 years on, it's time for us to reflect in a serious way about what we have done and how we can improve. Hopefully this forum will be an opportunity to do this. I will conclude by welcoming you again, wishing you having a good time in Soleimani, and wishing you 2 days of productive conversations in the forum. And now I'm honored to relate to you a special message that has been conveyed to the forum from the United Nations Secretary General Antonio Guterres. بشانازی و پیامێکی تایبەتی سکرتێری گشتینەتەوە یەکگرتووەکانتان پێشکەشەکەین کە بۆ ئەم دیدارەی ناردووە. نتقدم إليكم برسالة خاصة من السيد الأمين العام للأمم المتحدة الذي أرسله بمناسبة انعقاد هذا الملتقى. شكرا جزيلا.